لو رجع بيا الزمن 3 سنين لورا وتحديدا قبل ما ادخل الكلية، في حاجات لو كان حد قالها لي كانت هتوفر عليا وقت كتير جدا وتعب وضغطة أعصاب وتراكمات ليلة الامتحان. لو أنت فيرست جينيريشن دكتور، فالفيديو ده هيكون بمثابة خريطة الطريق ليك خلال سنين الكلية، وهيوفر عليك وقت ومجهود وأخطاء ممكن تقع فيها. عشان ما أطولش عليك، يلا بينا نبدأ على طول. ملحوظة سريعة بس قبل ما نبدأ، النقاط دي كل ما بنقرب من الرقم 1 كل ما أهميتها وقيمتها بتزيد جدا. فجهز مشروبك المفضل يا صديقي ويلا بينا. رقم 8، ما تتكسفش تطلب المساعدة من الأكبر منك. يمكن دي من النقاط اللي أدركتها متأخر جدا، أو بمعنى أصح جات لي الجرأة أطبقها متأخر. وهو لو واجهتك مشكلة سواء على مستوى الدراسة، زي مادة مش عارف تذاكرها مثلا، أو حتى في حياتك العملية بعد كده، تدور على حد بتثق في أمانته وخبرته، سواء زميل ليك أكبر منك أو حتى دكتور عندك في الجامعة، وتبدأ تشرح له مشكلتك بكل تفاصيلها. هتلاقيه اختصر عليك وقت ومشوار طويل جدا في نصيحة في 5 دقايق. وحتى لو ما كانش عنده الحل المباشر للمشكلة بتاعتك، فبشكل ما هيوجهك للشخص اللي يقدر يساعدك. فكرة بقى الإيجو أو العشم المبالغ فيه، إنك تقدر تحل كل حاجة بنفسك، دي هتكلفك وقت ومجهود كبير جدا، خصوصا إن الجامعة مختلفة تماما عن الثانوية العامة. فدور على حد يكون مونيتور ليك، وخليك مونيتور لغيرك بعد كده. رقم 7، ما تحبش مادة على حساب مادة تانية. النقطة دي أنا وقعت فيها في أول سنة ليا في الكلية، وتحديدا في سمستر 1. وعشان الصورة توضح لك أكتر، أنا نظام الجامعة عندي أول سنة بندرس المواد البيزكس، وبعد كده بنبدأ بدراسة الموديولات. فأنا من الناس اللي كانت ميالة للجراحة من بدري، فكنت بهتم بالمواد البيزكس للجراحة زي الأناتومي أو الباثولوجي، وبشكل غير مباشر كنت بأجل مذاكرة المواد التانية، وده أثر عليا بعد كده في السنة اللي بعدها. فالشاهد هنا إن البرانشات كلها مهمة، وعشان تكون شاطر فعلا حاول توازن بين كل البرانشز وما تهتمش ببرانش على حساب التاني. رقم 6، التأقلم مع الوضع الجديد أو الأدابتيشن. في مثل مشهور جدا وهو اتعب في الثانوية ترتاح في الكلية. يؤسفني أقول لك يا صديقي إن ده مش صح. أنت دلوقتي خلصت الثانوية العامة وبدأت مرحلة جديدة كليا، سواء الجامعة بشكل عام أو كلية الطب بشكل خاص. هنا لازم تدرك إنك لازم تخرج من الكومفورت زون أو منطقة الراحة وتبدأ تتأقلم. لأن على مستواي أنا في كلية الطب هيجي وقت عليك هتيجي على حساب نومك، هتيجي على حساب خروجاتك مع أصحابك، هتيجي على حساب الزيارات والمناسبات العائلية. ودي مش سوداوية يا صديقي، ولكن دي حقيقة المشوار. فحاول تتقبل ده بصدر رحب وتتعلم إدارة وقتك بشكل صح عشان تتعايش مع الوضع الجديد بدون تعب إن شاء الله. رقم 5، لا تنتظر الوقت أو المزاج المناسب عشان تبدأ. كتير جدا بنأجل المذاكرة أو أي مهارة عايزين نتعلمها تحت مسمى أصل مفيش شغف، أصل مزاجي مش حلو النهاردة، والحقيقة إن دول أكبر عائقين في طريقك. فتفضل تأجل النهارده لبكره وتأجل بكره لبعده، وتفضل في الدايره المغلقه دي للديدلاين او ميعاد الامتحان. تبدأ تدرك حجم المشكله وحجم التراكمات اللي عليك، ويبدأ يزيد الادرينالين ويزيد معاه التوتر. وعشان تتغلب على الفخ ده، اركن المزاج على جنب، زي ما احمد ابو زيد دايما بيقول: اركن المزاج على جنب وابدأ. الفكره هنا انك تبدأ ولو هتنجز 60 او 70%، احسن من انك ما تنجزش خالص عشان ما فيش مزاج او وقت مناسب. وافتكر دايما done is better than perfect. رقم 4، ترتيب الدماغ. النقطة دي يمكن كنت بسمعها كتير جدا، ولكن ما حسيتش بقيمتها وأهميتها غير لما دخلت سمستر 6، أو تحديدا بداية الكلينيكال. لأن ببساطة يا صديقي، المعلومات لو دخلت بشكل عشوائي فغالبا يومين 3 وهتتبخر وتنساها. لكن لو رتبت دماغك وانت بتذاكر وبتعمل انبوت للمعلومات وتربط المعلومات ببعضها، ده هيسهل عليك كتير جدا عملية استرجاعها، مش بس في الامتحانات ولكن في حياتك العملية بعد كده. وعشان توصل لده مش هيحصل إلا بحاجتين: أول حاجة البحث والفهم قبل الحفظ. إنك تفهم المعلومة قبل ما تحفظها ده بيسهل عليك كتير جدا، لأن في النهاية أنت مش جهاز كمبيوتر هيخزن المعلومة لفترة ويروح يفرغها في الامتحان وبس كده. تاني حاجة المراجعة والتكرار. كتر المراجعة والتكرار ده هو اللي بيبني الروابط العصبية في المخ، وهيخلي المعلومة حاطة رجل على رجل في ذهنك وتقدر تسترجعها وقت ما تحتاجها إن شاء الله. رقم 3، خليك مجتهد دايما. في الحياة دي عموما، مش بس في فترة الجامعة، انت مش في ايدك غير حاجة واحدة بس، وهي السعي. النتيجة والرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وعشان كده انوي انك تكون اشطر واحد في المكان اللي انت فيه، سواء على مستوى الدراسة او في شغلك وحياتك العملية بعد كده. واسعى بكامل جهدك لتحقيق ده، ومهما كانت النتيجة خلي عندك يقين ان مجهودك وتعبك وسهرك ربنا مطلع عليه وهيجازيك على ده.
لو مش في دراستك فهيكون في شطارة وتوفيق في شغلك، فخليك مجتهد دايما وخلي عندك يقين بالله. رقم 2، المذاكرة بانتظام ورعب ليلة الامتحان. مش عايز أكون ببالغ لو قلت إن طالب الطب لازم يكون بيذاكر كل يوم. طبعا مش هيبقى نفس عدد الساعات كل يوم، ممكن يوم 4 ساعات، يوم 6 ساعات، حسب القدرات والظروف، ولكن الفكرة في الاستريك أو استمرار سلسلة المذاكرة. وعشان أقرب لك الصورة أكتر، خلينا نتخيل سيناريوهين للمستقبل. السيناريو الأول، أنت كطالب بتذاكر أول بأول وماشي بانتظام، فالمرحلة الحالية مرحلة الجامعة بتتطلب منك حاجتين، المذاكرة والعبادة. بعد التخرج هيبقى مطلوب منك إنك تشتغل، إنك مسؤول عن بيت، إنك تحضر مؤتمرات وتطور نفسك، وإنك تذاكر وتحضر زمالة أو ماستر. فلو ما أخدتش على روتين المذاكرة ده من دلوقتي، المسؤوليات دي بعد كده هتأثر عليك بشكل كبير. السيناريو الثاني، سيناريو الطالب اللي كان بيذاكر ليلة الامتحان وشكرا على كده وتخرج. طبعا التخرج في الطب مش نهاية المطاف، دي بداية المشوار. فهتتخرج تلاقي نفسك طبيب مهزوز، مش واثق في نفسك، مش عندك الجرأة إنك تتعامل مع المرضى، مش قادر تتناقش مع زمايلك، وبالتالي زمايلك هيكونوا بيكبروا وبيتطوروا في تخصصاتهم وانت واقف مكانك ومحتار. فذاكر يا صديقي واحتسب النية. رقم 1، تنظيم وقتك وتوزيع جهدك. ونأتي لأهم نقطة على الإطلاق وهي مسك الختام، وكانت نصيحة أحد الدكاترة ليا في سمستر 6 بسبب الكم الكبير من الداتا. ولو عايز خطة عملية للسيستم ده فهسيب لك فيديو هيظهر لك فيه علامة الآي فوق هنا، وفي الديسكريبشن تقدر تشوفه. في النهاية ما تنساش الدعاء لنفسك دايما يا صديقي بالتيسير والفهم. ووصلنا للفقرة الأخيرة اللي بحبها جدا، وخلينا نختم بكوت بحبه جدا، وهو طالب الطب زي الشجرة، لازم تتساعد انتظام عشان تقدر تنمو لحد ما توصل لمرحلة تبدأ فيها بطرح الثمار. طالب الطب بيبدأ بدراسة البيزكس والمعلومات الأساسية خلال سنوات الدراسة، وبعد التخرج بيبدأ يكبر تدريجيا عشان يجني ثمار تعبه ومجهوده إن شاء الله. لو الفيديو ده عجبك وأضاف لك ولو معلومة بسيطة، ما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك. شكرا على المشاهدة والسلام عليكم.